فوق فريق مانشستر سيتي ببطولة الدوري الإنجليزي أمس، بعد ما فاز على فريق ويست هام ب3 أهداف مقابل هدف. يصبح ترتيب الدوري الإنجليزي كالآتي: المركز الأول مانشستر سيتي برصيد 91 نقطة. المركز الثاني الأرسنال برصيد 89 نقطة. المركز الثالث ليفربول برصيد 82 نقطة. المركز الرابع أستون فيلا برصيد 68 نقطة. المركز الخامس توتنهام برصيد 66 نقطة. بكده الفرق اللي هتلعب في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل من الدوري الإنجليزي: المركز الأول مانشستر سيتي، المركز الثاني أرسنال، المركز الثالث ليفربول، المركز الرابع أستون فيلا. دول ال4 فرق اللي هيلعبوا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ابتداء من مرحلة المجموعات. أما فريق توتنهام هيلعب السنة القادمة في بطولة الدوري الأوروبي ابتداء من دور المجموعات. طبعا توتنهام مركز خامس هيلعب من أول دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي الموسم القادم مع بطل كاس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم. الفرقتين دول هيلعبوا في الدوري الأوروبي من دور المجموعات الموسم المقبل. أما فريق تشيلسي المحتل هذا العام المركز السادس سوف يشارك السنة القادمة في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي ابتداء من دور المجموعات. أما المقعد الثاني الذي له حق المشاركة في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي السنة القادمة هيبقى الفريق الفائز ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية هذا العام، وهيبتدي البطولة من أول الجولة الثانية في الدور التمهيدي. تمام. الفرق الهابطة هذا العام من بطولة الدوري الإنجليزي: مركز 18 لوتن تاون برصيد 26 نقطة. المركز 19 برينلي برصيد 24 نقطة. المركز 20 شيفيلد يونايتد برصيد 16 نقطة. نعرف ترتيب هدافين الدوري الإنجليزي هذا الموسم: المركز الأول أرلينج هالاند مانشستر سيتي ب27 هدف. المركز الثاني كول بيلمر تشيلسي برصيد 22 هدف. المركز الثالث ألكسندر إيزاك لاعب فريق نيوكاسل يونايتد برصيد 21 هدف. المركز الرابع أولي ويتكنز لاعب فريق أستون فيلا برصيد 19 هدف. المركز الخامس دومينيك سولانكي بورموس برصيد 19 هدف. المركز السادس فيل فودين مانشستر سيتي برصيد 19 هدف. جائزة أفضل لاعب في بطولة الدوري الإنجليزي كانت من نصيب لاعب مانشستر سيتي فيل فودين. وانا خلصت الفيديو النهارده كده معاكم. لو الفيديو عجبكم دوسوا لايك واشتركوا في القناه واضغطوا على زر الجرس عشان كل جديد انا اقدمه يوصل لكم. شكرا لكم.